تفضلي ديانا. نعم جورج، نحن الآن متواجدون في المنية، نعم، وهي من ضمن الدائرة الكبرى دائرة الشمال الثانية، والتي تضم كل من 3 دوائر صغرى وهي طرابلس، المنية والضرنية. في هذه الدائرة تتنافس حوالي 11 لائحة، 7 من هذه اللوائح هي لوائح معارضة، أما ال4 لوائح الأخرى فهي من أحزاب تقليدية أو مدعومة من قبل الأحزاب التقليدية. بطبيعة الحال الجو هنا هادئ وحركة السير والناس طبيعية. يمكن القول بأن الجيش انتشر بطريقة اعتيادية وكما يفعل في الانتخابات الماضية والانتخابات الحالية، وانتشر استعدادا ليوم غد. إضافة إلى أن نود أن نذكر أن انتخابات عام 2018 كانت عدد اللوائح المعارضة هي 3 فقط، ولم تحصل على حاصل انتخابي. أما اللوائح الأخرى فقد وهي المدعومة من الأحزاب التقليدية نجحت وظهرت. هنا في هذه الدائرة 11 مقعدا، 5 من هذه المقاعد هم مقاعد للسنة، 1 للماروني وآخر الروم أرثوذكس ومقعد علوي. أما في الضنية هناك مقعدين للسنة، وفي المنية مقعد آخر. بطبيعة الحال سوف نكون في مراقبة لهذا غدا للنهار الانتخابي ونوفيكم بأبرز التفاصيل. عودة لك جورج.